تأتي هذه الوقفة أمام ولاية جهة الشرق من أجل استئناف المسلسل النضالي الذي كانت النقابة قد سطرته سابقا، والذي توج سابقا بمحاضر اتفاق مع الوزارة الوصية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع مختلف الشركاء النقابيين بينهم النقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة. مع الأسف هذه الاتفاقات بقيت حبر على ورق داخل دهاليز وزارة الصحة. هناك تلكؤ حكومي، هناك هروب من طرف السيد رئيس الحكومة والحكومة من الاستجابة لهذه المطالب العالقة. حاليا نستأنف برنامجنا النضالي بإضراب وطني لهذا اليوم، ووقفة أمام ولاية جهة الشرق في انتظار تجديد وقفة وطنية ومسيرة من البرلمان يوم السبت المقبل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. من بين المطالب العالقة والآنية والمشروعة إقرار الزيادة 1500 درهم دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024، بالإضافة إلى الاستجابة إلى جميع الملفات المطلبية داخل نفس الفئة، وهي فئة الممرضين وتقنيي الصحة. هذا بالنسبة للنقابة المستقلة. كما تعلمون هناك حادثة مأساوية نعتبرها نحن في النقابة المستقلة، وهي اعتقال 3 ممرضين بمدينة فاس يشتغلون داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس على خلفية تلفيق مجموعة من التهم إليهم، مجموعة من الجنح. هناك جناح داخل الفصل الجنائي، الجناح 431 432 من القانون الجنائي، عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، بالإضافة إلى المساهمة في القتل غير العمدي أو التسبب في القتل غير العمدي. نحن ندين جملة وتفصيلا هذه المتابعات نعتبرها كيدية. لماذا؟ لأن هؤلاء الممرضين أنظروا سابقا إدارة المركز الاستشفائي الجهوي بوجود اختلالات تعود بالأساس إلى المرفق. كما تعلمون قانون الالتزامات والعقود الفصل 79 يحث المؤسسات البلديات والدولة على تحمل المسؤولية فيما يخص الأخطاء المرفقية للمستخدمين. نحمل هذه المؤسسة كامل المسؤولية فيما يقع. لنا كامل الثقة في القضاء ونزاهة القضاء، وكامل الثقة في العدالة، كما أنه لدينا كل يقين في براءة ممرضينا. نلتمس لهم الإفراج والمتابعة في حالة سراح فيما تبقى من أطوار المحاكمة، كما نتمنى لهم البراءة في كل ما لفق لهم. بالنسبة لاستمرار المسلسل النضالي فهو سوف يستمر إلى غاية تحقيق جميع المطالب التي سطرتها النقابة على المستوى الوطني. نحن هنا الآن كممرضين وتقنيي الصحة مزاولون بقطاع الصحة، نلبي نداء المكتب الوطني الذي اعتزم القيام بخطوتين نضاليتين. الأولى تتمثل بوقفات إقليمية عبر جميع ربوع المملكة، وأيضا إنزال وطني يوم السبت 24 فبراير أمام قبة البرلمان. هذا المسلسل النضالي ليس وليد اليوم، وإنما جاء لتماطل الحكومة ووزير الحكومة ورئيس الحكومة خاصة في التماطل والتغاضي عن الاستجابة لمطالبنا المشروعة. كما يعلم الجميع وزارة الصحة أمضت ووقعت اتفاقا مع الفرقاء الاجتماعيين يهم عدة مطالب تهم الشغيلة التمريضية، لكن وزير الحكومة لم يحسم في عدة نقاط نود أن يؤشر عليها. نحن كنقابة مستقلة للممرضين النضال ديالنا ما بداش اليوم، ولنا عدة مطالب. من أهمها نطالب وزارة الصحة ورئيس الحكومة أن يلتفت لهذه الفئة التي تقدم جل العلاجات التمريضية. وكما يعلم الجميع قطاع الصحة مقبل على ورش إصلاحي كبير. هذا الورش الإصلاحي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. لذلك نقول لرئيس الحكومة عليك أن تولي نفس الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة لهذا القطاع الحيوي، والقطاع الذي له خصوصية التي تهم صحة المواطن
المواطنين المغاربة. لذلك الاستجابة لمطالب المهنيين سوف يرقى بمستوى الصحي بالمغرب. المطالب ديالنا كنقابة مستقلة للممرضين على رأسها العدالة الأجرية للممرض المغربي التي تمت هذه النقطة الحسم فيها في اتفاق وقع بين الوزارة. لذلك ندعو رئيس الحكومة أن يلتفت ويحقق لنا هذا المطلب. من بين أيضا المطالب التي نناضل من أجلها هي ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين الذين تتلمذ على أيديهم جل الممرضون المزاولون، والذين يقارب أكثرهم على التقاعد السنوات القليلة المقبلة. أيضا من بين المطالب التي يجب أن أنوه لها هو مطلب السنوات الاعتبارية لضحايا المرسوم الأعرج جوج 17 535، لأن هذا المرسوم ديال المعادلة اللي جا في 2017 ظلم شريحة كبيرة من الممرضين وتقنيي الصحة. لذلك على رئيس الحكومة أن يستجيب لهذا المطلب. أيضا الممرض المغربي له مسار تكوين أكاديمي يبتدئ من نظام إجازة ماستر ودكتوراه. لهذا نطلب رئاسة الحكومة أن تخصص وأن تولي الاهتمام للمطلب ديال الإطار الصحي العالي والتعويض عن هذا الإطار. من بين المطالب التي أيضا ندعو رئاسة الحكومة أيضا ووزارة الوصية أيضا الاستجابة لها، وهو الرفع من الكوطة المجحفة التي تهم مهني القطاع، إذ أننا في قطاع الصحة نلاحظ تجاوزات كثيرة، من بينها أنه هناك فئات مزاولة بنفس القطاع لها شروط ترقية شروط ترقية منصفة، في حين أنه نحن كممرضين وتقنيي الصحة لدينا شروط أظن أنني أصبت أنها شروط إقصائية وليست شروط مرقية. نحن كممرضين وتقنيي الصحة عازمون كل العزم على النضال والمضي قدما من أجل تحقيق المطالب المشروعة ديالنا، ونطالب رئاسة الحكومة أن تلتفت مرة أخرى لهذا القطاع لأنه قطاع حيوي وقطاع أساسي. جلالة الملك محمد السادس أعطاه أهمية كثيرة نظرا للوش الإصلاحي الذي تقدم عليه الحكومة. لذلك نطالب رئيس الحكومة أن يستجيب لمطالبنا الحقوقية والمشروعة، وأي تخاذل أو إقصاء لهذا الممرض سنقابله بالنضال من أجل تلبية مطالبنا. عن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم وجدة.